السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل متتبعي الكرام. فيديو جديد ووصفة جديدة. كما كتشوفوا بلاطو عبارة عن صابلي بريستيج بالشوكولات والفواكه المعسلة. تقدروا تحضروه في اي مناسبة عندكم ان شاء الله. وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تضغطوا على الاعجاب وتفعلوا حتى الجرس. وبالنسبة للاخوات جداد اللي مازال ما اشتركوش في القناة، نتمنى يشتركوا باش يوصلهم كل جديد. ونخليكم دابا مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. هنا عندي عجينة صابلي اللي خدمتها معاكم في الفيديو السابق، وغادي نحط لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. صافي انا خديت شويه من العجينه وغادي نسرحها بالمدلك. بعد ما ارتاحت في الثلاجه تقريبا 3 سوايع، وغادي نسرحها تكون رقيقه شويه ماشي بزاف. وضروري تخدموا بجوج بلاستيكات باش تساعدكم في الخدمه. صافي وغادي نقطعها بهذا المرشم اوفال، ويكون على قياس السيليكون اللي غادي نعمرو بالشوكولات من بعد. ونستف الصابلي في اللاطه تكون ضروري مرشوشه بالدقيق، وندخلها للفران ان شاء الله على نار مهيله ونتلاقاو. عندنا هنا في المقادير ديال التزيين، عندنا الورد يابس، وحب الملوك معسل، واناناس حتى هو معسل، والكيوي. وعندنا البرقوق هنايا يابس والمشماش يابس. وغنحتاجو للسيليكون، انا اختاريت هذا الشكل هذا اللي اوفال. والشوكولات اللي ذوبته في حمام مريم، انا دائما تنخدم بقاله. صافي هنايا قطعت الفواكه بهذا القياس هذا. حطيت المشماش، وزدت البرقوق، ثم كيوي. تقدروا تغيروا في التزيين، ديروا المونغ المعسل وحتى الليمون. دابا انا هنا زدت الاناناس، وغنبقى غاديه بهذه الطريقه حتى نعمر كاع الفراغات ديال السيليكون. حب الملوك المعسل، وفي الاخير زدت وريقات ديال الورد باش نكملو جميع الالوان. صافي وغادي نعمروهم بالشكلاط، غير القياس اللي غادي يغطي لنا الفواكه، يعني ما نعمروهمش حتى للفوق. والشكلاط ما يكونش سخون بزاف، يعني يكون دافي واحد شويه. ودابا غندير وحده
بتزيين مختلف كما كتشوفوا. وانتم غادي تختاروا اللي بغيتوا، غير ديروها في شكل مربع او دائري وحتى مستطيل، يعني في الشكل ديال الاوفال ما غاديش تجيكم ملي غادي تجيو تحطوها على صابلي. صافي انا غادي نكمل الفراغات اللي بقاو وندخلهم المجمد ونتلاقاو ان شاء الله. هنا من جمدوا خرجتهم كما كتشوفوا كيتحيدوا بكل سهوله، وهذا هو الشكل ديالهم كيجي زوين بزاف. وحتى هذا التزيين الثاني او الشكل الثاني كيجي رائع. صافي دابا غادي ندوزو للفينيسيون. عندنا هنا صابلي اللي خرجت من الفران، غادي ندهن الوجه ديال الصابلي بالناباج والجليكوز ونحط عليه صابلي ونحط عليه الشكلاط. هنايا ضروري تلصقوا بالجليكوز او الناباج، ما تلصقوش بالشكلاط لان الشكلاط ملي كيتحرك صابلي كيطيح. انا جربت والطريقه ما عجباتنيش. صافي كما كتشوفوا طريقه سهله وبسيطه. ودابا غندوزو لطبق التقديم. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، يعني لوحه فنيه رائعه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشاركوه مع اصحابكم واحبابكم، وشكرا بزاف على المتابعه، والى فيديو جديد ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله وحفظه.